مالك؟ في حاجة مضايقاكي؟ بقى تعمل العملة وتيجي تسألني إن كان في حاجة مضايقاني؟ عملت ايه اللي عملتها؟ أنت كنت جاي مع مين من بره؟ مع مين؟ ما تنكرش أنا شفتك من الشباك وأنت جاي معاها. مع مين؟ منيرة يا أخويا حبيبتك. الله، الظاهر انك مجنونة يا كريم. أنا مش مجنونة ولا عامية كمان. أنت كنت فاكرني نايمة مش هشوفك، مش كده؟ يا راجل اعقل بقى، ده أنت عمرك 45 سنة، يعني ما أنت الصغير. يا كريم عيب ما تقوليش الكلام ده. أنا مش فاهمة هتفضلوا تتقابلوا في السر الإمتى؟ سر ايه وبتاع ايه؟ ده انا قابلتها صدفة وهي جاية على البنسيون، مشينا مع بعض. ولنفرض انك قابلتها صدفة زي ما بتقول، تمشي معاها ليه؟ بمناسبة ايه؟ وما مشيش معاها ليه اذا كانت سكتنا واحدة؟ بس انت صاحب البنسيون وهي شغالة عندك. لا مش شغالة، دي بتقوم بشغلك اللي كنت بتقوم بيه قبل ما تعي. بس يوم ما استلمت مني الشغل ما كنتش فاكرة انها هتستلمك انت كمان يا بيبي. يا كريمة مش كده، امال عيب. احنا متجوزين بقالنا 20 سنة، اتهمتيني فيها بالخيانة يجي 1000 مرة، وفي كل مرة تثبت لك الظروف ان انا مظلوم. بس الدور ده بقى ما انتش مظلوم. بس لو كان عندك دليل واحد على كده كان يبقى لك حق تتكلمي. اقسم لك يا كريمة ان ما في اي علاقة بيني وبين منيرة دي. طيب والبت سميرة الحولة اللي كانت بتشتغل عندنا من 3 سنين، مالها؟ يوم انا ما طردتها من غير ما اديها ماهيتها، مش كسرت كلامي ورحت غامزها من ورايا ب5 جنيه؟ لانها كانت بنت غلبانة ولا لهاش مكان يتويها بعد ما طردتيها. ما عمري شفتك يا اخويا يعني كده شفقت على راجل. يا شيخ اتقي الله علشان ربنا يشفيك. كده اهو بقى انت شمتان فيا علشان خاطر منيرة بتاعتك دي؟ طب والله ما هي قاعدة تاني ولا يوم واحد هنا، ثم انها تقعد تعمل ايه اذا كان عندنا الزباين؟ احنا يوم ما طلبنا منها تيجي تساعدنا فهمناها انها شغلانة مستديمة، وعلى هذا الاساس سابت شغلها.